رئيس الزمالك اللي ما نعرفش اذا كان هو معزول ولا هو اللي بيدير النادي ولا حد فاهم حاجه، قرر ان شيكابالا مش داخل الزمالك تاني، وبلغ المدير الفني ان شيكابالا مش موجود في الفريق ومش هيلعب. وده اللي اسطوره رفضه، الراجل مش فاهم ايه اللي بيحصل، والراجل كان مجتمع معاه وقال له احنا لازم نلم الدنيا وانا محتاج اللعيبه اللي انا قلت لك عليها الاربع خمس صفقات. فوجئ ان في موضوع مع شيكابالا اصلا. رئيس الزمالك بيقول لك ان شيكابالا بيتمرد وبيقول للعيبه ما تنسوش التمرين لما ناخد فلوسنا، وان سيف الجزيري وحمزه المسوسي اللي هم اصلا يعني مش زملكاويه ولاعيبه تعتبر اجانب رفضوا الموضوع وقالوا لا احنا هننزل نتمرن. طب حد يصدق يا جماعه ان شيكابالا يعمل كده؟ ده واقسم بالله ولا اهلاوي ولا زملكاوي يصدق. يعني طارق حامد وبيدعي الاصابه، بن شرقي ومش عارف بيلف ورا مين في الامارات، سيف فاروق جعفر وسرق عقده، مصطفى محمد وعايز يحترف. خلاص ما بقاش قدامك حد تتخانق معاه غير شيكابالا؟ يعني ما بقاش قدامك حد؟ وهل شيكابالا هيعمل كده وهو في سن ال 37 سنه؟ شيكابالا لو مشي من الزمالك النهارده مين هياخده؟ ما هيبطل كوره.